السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير السلو اللي معتمدة عندي من الام ديالي، الله يخليها لينا ويخلي لكم حتى نتوما الامهات ديالكم. طريقة سهلة وصحية، كنتمنى تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك وخليكم على فيديو. بالنسبة للطريقة، كناخدو زنجلان اللي ديجا غسلته ونقيته، غادي نديرو يتحمر في الفران على نار مهيله، كل واحد والفرن ديالو. وبالنسبه للوز، كناخد واحد السربيته وكنكب عليها الماء الزهر وكنمسح بها اللوز من الغبره اللي كتكون فيه، وكنحمروه حتى هو بنفس الطريقه. من بعد ما كيتحمروا لنا اللوز والزنجلان كنطحنوهم في الدار، اللي كانت متوفره عندنا الاله، اولا كنطحنوهم عند العطار. بالنسبه للمكونات كنحتاجوا للطحين محمر، انا عندي هنا كيلو و250 غرام ديال القمح ديال الدار محمر، كيلو ديال اللوز مطحون مزيان، وكيلو ديال الزنجلان مطحون مزيان. بالنسبه للسوائل كتبقى على حسب الحاجه، كل واحد وكيفاش كيعجبو سلو، ناشف اولا معلق بزاف. كاس ديال زيت البلديه وكاس ديال العسل الحر، 4 المعالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين، 4 ديال السكر كلاصي، 3 المعالق كبار ديال القرفه، قبيصه ديال الملحه، شويه ديال المسكه حره مطحونه مع سكر سنيده. وكناخذوا تقريبا 4 المعالق كبار من اللوز مطحون، العجينه ديال اللوز، و4 المعالق كبار من الزنجلان، وكنطحنوه مزيان في الهاشباغ مع الزيت البلديه بحال حتى كيتشكلنا بحال الخليط ديال الاملو. هذا كيساعدنا باش فاش كنعجنوا سلو كيطلق لنا الزيت، الزنجلان كيطلق الزيت واللوز، وكيساعدنا باش نعجنوه. دابا في قصريه غادي نخلطوا النواشف كامله اللي ذكرت معكم، قبيصه ديال الملحه والمسكه مطحونه مع سكر سنيده وسكر كلاصي، كيبقى على حسب الذوق. انا مازال غادي نضيف ليه حتى العسل الحر، النافع وحبه حلاوه 4 المعالق كبار. يمكن لينا الا كانوا عندنا كل واحد بوحدو، يعني غنعبروا 2 معالق كبار من كل حاجه. ثلاثة المعالق كبار ديال القرفه، كنضيفوا القرفه، وغادي نضيفوا العجينه ديال اللوز والعجينه ديال الزنجلان، وغادي نعجنوه بالبخاليني اولا بحال الخليط ديال املو، يساعدنا باش غادي ندلكو سلو. كما كنعرفوا سلو تيبغي يدلك مزيان، اللي بغى يستعمل العجانه يمكن ليه يديرو في العجانه حتى هي تتخلطوا مزيان. صافي، وكنخلطوا هاد المكونات كامله، عاد كنشوفوا الا كان مازال خاص سكر كلاصي اولا العسل، اولا نزيدو فيه شويه ديال الدهون يعني الزيت البلديه. بالنسبه للوز ما ذكرتش معكم، يمكن لكم تعوضوه نص كيلو ديال اللوز بنص كيلو ديال الكاوكاو، يعني الكميه ديال اللوز نقسموها على 2، نص كيلو كاوكاو نص كيلو لوز. صافي، وكنكملوا الخليط ديالنا كنخلطوه مزيان ندلكوه حتى كيطلق الدهون ديالو. في هذه المرحله غادي نضيف ليه واحد زلافه ديال الزنجلان محمر وما مطحونش، كيعطي واحد لوغو زوين. وفي نفس الوقت في هذه المرحله نيت غادي نضيف الزيت والعسل
حيت لقيت سلو مازال ناشف شويه. انا صراحه ما بغيتوش معلك بزاف وما يكونش ناشف، يعني بين وبين. وخليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي حضرت معاكم اليوم. كتبقى الطريقه صحيه بدون قلي وبدون زبده. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، وتجربوه الا كنتم مازال ما حضرتوش. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.